السادة أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور الكريم، السيد معالي سفير دولة العراق، السيد معالي سفير دولة لبنان، السيدة القائمة بالأعمال بسفارة دولة الغابون بالرباط، السيد رئيس فيدرالية البناء والأشغال العمومية، وكذلك الأستاذة ضيفة الشرف التي شرفتنا بحضورها أستاذة لبنى الوزاني نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة النقد. ضيفة الشرف، أشكرك على حضورك وعلى تشريفنا اليوم، بارك الله فيك. وصراحة يعني أنا كنت جهزت يعني كلمة مقتضبة، لكن سأتخلى عن الكلمة وغنتكلم بتلقائية وبعفوية كمواطن مغربي دون حسابات سياسية دون أي شيء. أشكر السيد رئيس الاتحاد العربي على ثقته وعلى مشاكلي وعلى الصداع الذي أسببه له كل مرة. الموضوع هو بينه وبينه وعارف ماذا أقصد. الحمد لله، ابتداء من المؤتمر الأخير بالقاهرة الذي كان تحت رعاية معالي أمين عام جامعة الدول العربية، كانت مناسبة لإطلاق رؤية الاتحاد العربي. الحمد لله تم إعلان توصيات جد مهمة تهم كل البلدان العربية. الاتحاد العربي كما أشار المعالي رئيس الاتحاد العربي يشتغل لحساب ولصالح كل الدول العربية وعلى حسب احتياجات وخصوصيات كل بلد على حدة. احنا اليوم بصدد إعلان عن حدث جد مهم، حدث الأول من نوعه، وهو المؤتمر العربي للبناء والتنمية العقارية والاستثمار بمدينة العيون العزيزة. هذا المؤتمر سيضم خيرة المشاركين وخيرة المتدخلين عربيا إسلاميا ودوليا. الحمد لله كان هناك تواصل مع اتحادات عربية نوعية وأكدوا حضورهم لهذا الحدث المهم اللي غيكون إن شاء الله ابتداء من الرابع والخامس والسادس من أبريل المقبل. هناك مشاركة فعالة من اتحاد المقاولون العرب اللي المملكة المغربية عضوة فيه عن طريق الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية. هناك تمثيلية عالية المستوى من الاتحاد العقاري لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي أكدوا الحضور ديالهم، وإحنا في تنسيق ومشاورات على أعلى مستوى لإنجاح هذا الحدث. وكنستغل الفرصة نشكر الوطنية ونحيي الوطنية للمجلس الوطني للموثقين اللي ساندونا ووقفونا في أول يوم وحضروا معنا، وكنخص بالذكر الأستاذ محمد رشيد التدلوي اللي تكبد عنا السفر وحضر معنا المؤتمر بالقاهرة وشارك معنا في كل التوصيات، واللي غاية اليوم هناك مواكبة ومساندة من قبل هذا المجلس الوطني والشريف. كذلك خلال التوجه الاتحاد العربي هناك مشاريع نشتغل عليها. على سبيل الذكر هناك مشاورات على أعلى مستوى مع حكومة لبنان عن طريق ممثل الاتحاد بدولة لبنان الأستاذ حسام شفيق الذي باشر اتصالات عالية المستوى بدولة لبنان، وسيكون لنا إن شاء الله قريبا زيارة وفد من الاتحاد العربي لدولة لبنان الصديقة. كذلك احنا على تواصل مع رئيس الاتحاد المقاول العرب الأستاذ علي السنافي من دولة العراق، وهو كذلك بصدد ترتيب اللقاءات على أعلى مستوى بدولة العراق. وبإذن الله سيكون حضور عربي إفريقي وازن ويكون في مستوى التطلعات. بغيت واحد النقطة نشير لها. حضر معنا سعادة سفير دولة لبنان. تشرفت قبل يومين بحضور حفل، يعني حفل بدار سكن سعادة السفير. لو أخبرتكم ب يعني موضوع هذا الحفل ستفاجؤون. موضوع الحفل كان الاحتفاء بالسنة الأمازيغية، يعني سفارة دولة لبنان بالرباط عملت حفل يعني لو تام ديالو الاحتفاء بالسنة الأمازيغية، يعني شيء يلا يوصف كيأكد وكيمثل الارتباط العربي
بالثقافات والعادات المغربيه. وكان حضور سعاده سفير العراق، تسمح لي كان حضور سعاده سفير دوله العراق للحفل مرتديا الزي المغربي، الجلابه المغربيه، يعني حتى في احلام العصر ما يعني شيء لا يوصف. وهذا كيأكد يعني ارتباط العربي ومساندة كل الدول العربية الشقيقة لكل القضايا المغربية. وموعدنا إن شاء الله بمدينة العيون للمشاركة الفعالة والخروج بتوصيات، وتكون إن شاء الله مدينة العيون ملتقى للاستثمارات العربية افريقيا، وتكون انطلاقه الاستثمارات العربيه تجاه افريقيا ابتداء من العيون. شكرا جزيلا وكنعتذر على الاطاله.